السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من مطبخ ريما. فيديو النهاردة من الفيديوهات الجميلة جدا، هنعمل فيه وصفة حلوة قوي بتدفي وشتوية كده. ودايما بنحب في فصل الشتاء نعمل وصفات تدينا باور كده وطاقة ومشبعة وجميلة جدا. النهاردة هنعمل وصفة شتوية قوي، وهي الكرنبيت بالصلصة او طبخة الكرنبيت بالصلصة. من الطبخات والاكلات كده الشتوية الجميلة، هنعملها مع بعض بكل تركاتها واسرارها. فما تنسيش طبعا لايك حلو للفيديو، واعملي اشتراك في القناة لو لسه اول مرة بتشوفي قناتي. ويلا بينا نبدأ الحلقة. عشان نعمل الوصفة الحلوة دي محتاجين كل المقادير البسيطة دي. عندي هنا الكرنبيت بتاعنا، عندي حوالي، انا هنا مستخدمة نص راس الكرنبيتة. هي طبعا بيقولوا عليها راس الكرنبيتة او كرنبيتة كاملة، براحتك قوي. عايزة تستخدمي الكرنبيتة كلها مفيش مشكلة. تمام. عندي اول حاجة كده بولة حلوة من الكرنبيت، غسلاه كويس ومقطعاه بالتقطيعة الجميلة دي. تمام. اول حاجة بجيب الكرنبيتة واغسلها كويس جدا جدا تحت المية كده في الحنفية. تمام. وابتدي ان انا اقطعها على وردات صغيرة او زهرات صغيرة، تمام بالشكل ده كده. الكرنبيتة طبعا بتبقى كاملة كلها، فانا ببتدي اقطع قطع صغيرة منها على اساس ان انا عايزة اعمل طبيخ او ممكن ان انا احمرها. تمام. بالشكل ده كده ببتدي ان انا اقطعها بالسكينة واحدة واحدة، والزهرات تبقى قد بعضها. تمام. كل ما تبقى قد بعضها بتبقى التسوية بتاعتها ما بتاخدش وقت كتير في النار، وبتلاقي التسوية بتاعتها سريعة جدا، غير لما تبقى واحدة كبيرة وواحدة صغيرة ما بتبقاش حلوة كتير. تمام. انا خدت هنا نص راس الكرنبيتة وقطعتها القطع اللي قدامنا دي كده. تمام. دي اول حاجة، واغسلها كويس جدا ودي اهم حاجة. بعد كده اروح للبصل، وعندي حوالي بصلتين كبار مقطعاهم التقطيعة ديت في الكبة طبعا، فرماهم. دي تقطيعة الكبة بالطريقة دي. لو عايزة تقطعيهم على ايديكي براحتك جدا. هنيجي بعد كده لعصير الطماطم. هيبقى عندي هنا حوالي نص كيلو من الطماطم، ضرباهم في الخلاط كويس قوي. وعندي عصير نص كيلو طماطم. حلو كده. 4 طماطمات مضروبين في كوباية مية كده، وبيديني عصير الطماطم اللي معانا ده. بعد كده عندي البهارات، وهم 3 بهارات مش اكتر من كده. عندي الملح، عندي كمان الفلفل الاسمر، معاه كمان كزبرة وكمون، معلقة كبيرة من كل حاجة. تمام. بس نكتر شوية الكزبرة والكمون، ونخلي نص معلقة فلفل اسمر. تمام. والملح طبعا حسب الرغبة. وهستخدم زيت لتحمير البصلة اكيد. هستخدم حوالي 6 معالق من الزيت او نص كوباية من الزيت. تمام. هنبتدي ناخد كل المقادير الحلوة دي ونروح على النار كده ونشتغل على البوتاجاز ونشوفها عاملة ازاي. هتقوليلي طبعا فين الصلصة وفين المرقة وفين الحاجات ديت. الحاجات دي طبعا بتبقى اضافات للوصفة، لكن الاساس والطعم الاساسي جدا في الوصفة دي هما كل الحاجات دي: كرنبيت، طماطم، بصل، ملح وفلفل وكمون وزيت، وبس خلاص مفيش اكتر من كده. يلا نشوف طريقة التحضير عاملة ازاي. اول حاجة معايا بمسك زهرات الكرنبيت او زهرة الكرنبيت، وببتدي ان انا اقسمها نصين بالطريقة دي. كل ما الاقي الكرنبيتة كبيرة شوية احاول اقسمها 2. تمام. بالطريقة ديت لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا، وتبقى كلها مقاس بعضها ومفيش واحدة اكبر من واحدة. تمام. بالطريقة ديت عشان ما ياخدش سوا كتير ويغيب وتحسي ان هو مش قد بعضه. تمام. فلازما اظبط المقاس بتاعه بالطريقة دي. تمام كده.
خلصت كل الكمية. يلا نبدأ في طريقة تحضيرها. الحلة اللي عندي على النار هبتدي احط فيها الزيت، حوالي 6 معالق من الزيت او 7 معالق. هنزل بعد كده بكمية البصل اللي عندي، وحوالي بصلتين كبار يكونوا ناعمين كده. البصلاية عندي بتتشوح بالطريقة ديت، بتاخد لها حوالي 3-4 دقايق كده عبال ما تغير اللون بتاعها. بس البخار جاي على الكاميرا مش مخلي الصورة واضحة كتير. هستنى عليه بس 3-4 دقايق كده ونرجع نشوفه اتحمر كده وبقى شكله ازاي. عايزة درجة اللون الاصفر الجولد اللي هو الذهبي ده، مش احمر كتير. البصلاية وصلت معاه للون اللي هو البني بالطريقة دي كده. هبتدي ان انا اضيف عصير الطماطم عليها. ضفت عصير الطماطم كده عليها وهديها تقليبة خفيفة. هضيف بعد كده معلقة من الكزبرة على الكمون، تكون كبيرة كده شوية بس من غير الملح طبعا. وعليها كمان الفلفل الأسمر، عليهم كمان نص معلقة من الفلفل الأسمر، ومعاها كمان الملح. حطيت طبعا الملح والفلفل والكمون، وهدي تقليبة لكل الكلام الحلو ده. وهسيب صلصة الطماطم تتسبك حوالي 3 دقايق بس. تمام، عايزاها بس تقلب قلبتين صغيرين. وبعد كده هنبتدي نضيف الكرنبيت واحدة واحدة بالطريقة دي. هي لسه طبعا هتبتدي تغلي شوية شوية، وعايزاها تقلب بس قلبتين 2 حوالي دقيقتين بس، مش اكتر من كده. والتسوية بتاعتها طبعا هتكملها مع الكرنبيت، وهنزود لها المية ونشوف الاضافات التانية. طريقتها بسيطة جدا وسهلة وخفيفة ومش هتاخد اي وقت خالص. تمام، هسيبها طبعا دقيقتين ونرجع نشوف. بدأت اسوي الطماطم حوالي دقيقتين 3، مش اكتر من كده. لو طبعا عايزة تزودي صلصة طماطم او مثلا جنزبيل او توم بودرة بصل بودرة، البهارات دي بتبقى تطعيمتها حلوة جدا، بس انا استكفيت بالكمون والكزبرة. تمام كده، هنبتدي نضيف الكرنبيت واحدة واحدة. وزهرة الكرنبيت الجميلة حطيناها اهي بالطريقة ديت، وهندي تقليبة خفيفة. التركية اللي بعد كده وهي كمية المية اللي هحط حوالي 3 كوبايات من المية على الكرنبيت عشان يبتدي يستوي كده، عشان مفيش اي سوائل في الحلة خالص. والطماطم بدأت ان هي تتسبك وتتقل كده، فلازم لها طبعا سوائل كتير، وهي المية هبتدي احط لها من 3-4 كوبايات مية. وزودت المية شوية شوية لحد ما غطت كل الكرنبيت بالطريقة دي، وكأننا بنعمل شوربة بالظبط. لازما المية تبقى عالية عن الكرنبيت بحوالي يعني عقلتين كده من الصبع. تمام،
عشان يستوي كده ويتسبك ويدخل في التسوية تمام بالطريقة ديت اهوت. حطله طبعا كزبرة وكمون وملح وفلفل. والشوربة عاملة ازاي؟ بياخد له طبعا حوالي ربع ساعة او تلت ساعة في التسوية، ومنزودش عن كده عشان ما يتهريش خالص. هسيبه طبعا يكمل التسوية بتاعته، بس احنا بنشوف مراحل التسوية عاملة ازاي. هخلي النار تحتيه متوسطة مش عالية كتير، تمام، عشان المية ما تنشفش حالا وتلاقيه كده احتاج مية كتير. لازم ان النار تبقى وسط تحتيه كده شوية. هديله 10 دقايق كده ونرجع نشوفه تاني. وده شكل الكرنبيت في نص التسوية بتاعته. وهسيبه طبعا شوية كده عشان لسه هو ما كملش السوا بتاعه، تمام اهوت. حتى كمان الشوربة يعني ما قلتش كتير، لو كانت قلت كنا زودنا المية زي ما قلتلكم، لكن هي ايه لسه زي ما هي. وده شكل الكرنبيت بتاعنا بعد ما طبخناه وخلصنا كل التسوية بتاعته، وما خدش غير حوالي تلت ساعة او 25 دقيقة، مش اكتر من كده، تمام. واستوى جدا وجميل. احلى اكلة شتوية بتتعمل كده في جو الشتاء، بتدفي وجميلة جدا. هنقدمها كده ونشوفها. احلى طبق كرنبيت طبيخ او طبيخ الكرنبيت، تحفة جدا، سهل وسريع واكلة شتوية ولا اروع من كده. ما خدتش معانا اي وقت خالص، واكلة كده في منتهى الجمال. ما ضفناش اي اضافات يعني غريبة للوصفة، كلها حاجات اقتصادية وعندك في البيت ومتوفرة في المطبخ، في دقايق كده هتعمليها. عملنا النهاردة طبخة الكرنبيت الشتوي. اتمنى بجد فيديو النهاردة يعجبك، وما تنسيش لايك حلو للفيديو، واعملي اشتراك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجميلة. واستنيني في فيديوهات احلى واحلى من مطبخ ريما. سلام.